السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أولى حلقات سلسلة كيف تربح أموال من تربية الحمام. طبعا في ناس غواة كبار بيتكلموا، ناس كتير بقالها سنين بتصفي تقول لك نكسب فلوس من الحمام ازاي، وفي ناس لسه يعني بتصفي حمام تقول الحمام ما بيكسبش، وفي ناس قاعده مش لاقيه شغل يعني، او مثلا لاقي شغل وعايز يزود دخله فبيجيب حمام يقعد يبدا يجرب بيه كده عشان يشوف هيقدر كهوايه يعني بصرف النظر ان هي كهوايه عايز يشوف موضوع الحمام ده هيكسب منه ولا لا. الموضوع ده مستهوي ناس كتير، وموضوع يعني موضوع الحلقه هو يعني موضوع اقرب لمشروع كبير انت تقدر تبدا بيه، يعني باقل التكلفه وباقل المصاريف معاك، بحيث ان بدل القعده على بعد ما تيجي من شغلك، بدل القعده على القهوه او القعده مثلا عند فلان، او تندمج مثلا بوسط ناس يعني ما يكونش قد مستوى فكرك. فكيف تربح اموال من تربيه الحمام؟ انت اي مشروع عايز محتاج تعمله ان انت بتعمل دراسه جدوى للمشروع، بس قبل ما تقدر تعمل دراسه جدوى للمشروع لازم يكون عندك خلفيه، لازم يكون عندك معلومات بسيطه حتى عشان انت تقدر تبدا بيها. كيف تربح اموال من تربيه الحمام؟ انت عندك اكتر من طريقه. ممكن ما يكونش عندك المكان مناسب، طبعا موضوع المكان ده برضو مهم قوي في سلسله الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها. بس في ناس بتجيب حمام، يعني انت عندك 3 طرق تقدر تكسب بيهم، منهم طريقه غير مباشره، يعني في طرق مباشره ان انت تقدر تكسب منها فلوس من الحمام، اللي هي الانتاج والبيع والشراء. في ممكن تشتري، يعني الطريقه الاولانيه ان انت تعتمد على الانتاج اعتماد كلي، لكن الظروف اتغيرت عن زمان. يعني احنا زمان كنا عشان نفرخ مثلا نجيب حمام رخيص نبدا بيه، نبيع الانتاج بتاعنا، نبدا واحده واحده كده نكبر المشروع بتاعنا، الانتاج بتاعنا اللي هنبيعه وهنجيب بيه حمام تاني مستوى اعلى. كلنا بدانا كده، لكن الوقت اتغير والزمن اتغير، حتى اسعار الكلفه والكلام ده كله هنحطه في دراسه الجدوى في الحلقه الجايه، هو الكلام ده بتفصيل، بس دي مقدمه عايز اقرب لك الموضوع كله. يعني دلوقتي تقدر تكسب من الانتاج. عندي طريقه الانتاج العاديه اللي هي كل قص يعني كل جوز بيبيض، بياخد دورة الانتاج بتاعه بتبقى حوالي من 38 يوم ل 45 يوم عشان تقدر تاخد زغلولين وتكون الحمامة حطت حصوتين تاني. دي طريقة من طرق الانتاج. في طريقة تانية اسمها طريقة الانتاج المكثف، اللي هي موضوع التحاضين ده برضه هنشرحه بالتفاصيل في الحلقات. ممكن جوز الحمام تاخد منه 6 حصوات او 4 حصوات في الشهر الواحد، يعني ممكن جوز واحد
على مدار مثلا 5 شهور ما شاء الله يعمل لك غيه حمام، يعمل لك عشه حمام. طبعا الكلام ده محتاج تقنيه ان شاء الله هنعلمها لك. انا بدي لك خلفيه برضو زي ما قلت لك في الاول عن الموضوع. دي الطريقه الاولانيه اللي هي طريقه الانتاج. الطريقه الثانيه برضو هي تعتبر طريقه مباشره شويه. في ناس بتشتري حمام من السوق، او بتشتري حمام من على النت، او بيشتري حمام من حد من صحابه ويبدا ياخده يجربه، يعني ايه، يفرخه مثلا مره في الثانيه. يعني مثلا مثلا هو جاب جوز حمام ب 100 جنيه او ب 200 جنيه. بياخد جوز الحمام دون، ياخد منه زغلولتين، في زغلولتين تاني، ويرجع يبيعه هو ب 200 جنيه مثلا زي ما هو ما جابه. تمام. مكسبه ايه هنا؟ مكسبه هنا الاربع زغلول اللي هو انتجهم، اللي طالع من الانتاج بتاعه. او مثلا بيجيب حمام من السوق ويبدا يبيعه تاني، يبقى زي ديلر يعني كده، ايه، ان هو بيجيب حمام من هنا من السوق، يعرضه مثلا على النت على الجروبات، يبدا بقى يحقق هامش ربح حتى لو كان بسيط. بس هو طبعا يعني دي برضو الطريقه الثانيه ان تقدر تربح من الحمام. اما الطريقه الثالثه هي الطريقه الغير مباشره، هي بتعتمد على امكانيات وتقنيات عاليه شويه. لازم يكون اللي بيستخدم التقنيه دي يعني يكون فاهم شويه، اللي هي الاستخدام الانترنت والسوشيال ميديا والكلام ده كله. دي حاجه طبعا جديده يعني على الجيل. مثلا ايه، يعني مثلا انا من اخر الثمانينات مثلا، او بربي حمام يعني ما شاء الله. دخلت في يعني الحمد لله، يعني ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر. الفتره دي ما كانش فيه لا نت ولا كان فيه فيسبوك. كان واحد عشان ياخد المعلومه لازم يروح السوق ويتبهدل. احنا كنا بنطلع عشان نتعلم الحمام، كنا نطلع عند الغوايه اللي هم علمونا الغيه، كنا نقعد نكنس ننظف العشه، نطلع نكلف الحمام، نطلع نخدم الحمام بتاع الناس عشان نتعلم منهم معلومه، عشان خاطر معلومه ناخدها من السوق. يعني والله فعلا كنا نطلع نمسق للحمام، نطلع نكلف، نطلع مش عارف ايه. عم ابراهيم عشماوي ربنا يديله الصحه وطولة العمر، وعم عماد حسنين وناس كتير قوي يعني بصراحه ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يتعلم الموضوع دون. دلوقتي الموضوع بقى سهل قوي. في ناس بتعمل قنوات وبتاخد فلوس، الناس بتعمل مدونات وجوجل تحاسبها. الموضوع اللي هو كيف تكسب تربح اموال من تربيه الحمام، اللي هي الطريقه الثالثه اللي بقول لك عليها، اللي هي طريقه غير مباشره دي. ممكن جنب الهوايه هي طريقه مربحه قوي يعني، ودي برضو هنشرحها بالتفصيل وهنقول لك على التقنيات بتاعتها. ودي كانت مقدمه للحلقات اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. هنعرفك كل حاجه بالتفصيل، اللي احنا جربناه، اللي احنا عملناه زمان واللي مستحدث دلوقتي. وهنصور مع ناس مهمه قوي برضو في مجال الحمام، وازاي يتحول الحمام من هوايه بقى اساسها دلوقتي خلاص يعني يعني معلش، بقى هو ده شغله، بقى هو ده بقى هو ده دخله الشهري، بقى هو ده مصدر عيشه واكله حياته الحمام. والهوايه اللي اتحولت معاه من هوايه لمشروع، وما شاء الله يعني ربنا يزيد الناس كلها. هنصوروا مع ناس عمالقه في الغيه، وهيقولوا لنا رايهم في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. بشكر الدكتور خالد عبد الناصر، وبشكر احمد ادم، وبشكر الحاج ماهر حسين، وبشكر كل الناس يعني اصحاب الفضل علينا طبعا، حتى لو بكلمه لو بمعلومه. الناس دول افادونا كتير، سواء بمعلومه او صحوبيه او عيش بينا عيش وملح. ناس في منتهى يعني انا مش عايز بس يعني اكون الحمد لله ما بقدرش مش بعرف انافق، بس الناس دي انا هنتكلم معاهم هتعرفوا اللي احنا المعلومه اللي قدموها تستاهل ان احنا نشكرها عليهم في حلقات متسجله. ونشكر طبعا الاستاذ احمد بدر وبلدنا تيوب، وان شاء الله مستمرين بيكم ومعاكم على قناه هواة الحمام المصري. قناه هواة الحمام المصري مش باسمي ولا باسم حد، احنا عاملينها قناه هواة الحمام المصري، يعني اي حد عنده موضوع، اي حد عنده فكره، اي حد يقدر يقدم حاجه في مجال الحمام، الاستاذ احمد بدر مستعدين نروح لحد عنده ونصور معاه، والمعلومه اللي هيقدمها طبعا جزاه الله كل خير عليها. ان شاء الله مستمرين معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في الحلقه اللي جايه.